ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شتاء يعني مربى، واحلى مربى تبقى مربى التين. وطالما التين خلاص مولي يبقى لازم دلوقتي ان احنا نجيبه ونعمل احلى مربى التين مع بعض. التين زي ما انتم شايفين دلوقتي بيبقى مسك نفسه وما بيبقاش طري زي الاول. طيب يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. وطريقة التحضير سهلة جدا، مش تاخد منك اي حاجة. هي يا دوبك اتنين من المكونات بالظبط بالظبط، هنضيف عليهم اضافة خفيفة جدا. هيبقى معاكي احلى مربى تين. مربى تين طبق كده مع كريمة، اما سندوتش كده تعمليه. يعني بسم الله ما شاء الله، طاقة بقى تكفيك اليوم كله. انا دلوقتي اخدت التين غسلته كويس جدا جدا، وبعد ما غسلته بشيل منه الحتة اللي ورا دي وبقطعه 4 تربع زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بقطعه كله بتأكد ان مفيش واحدة مهرية او واحدة طعمها مش كويس. انا بحط المسك نفسه بس. بحط بالظبط ده كيلو. ال- ده عندي زي ما انتم شايفين حبايبي 1.5 كيلو من التين. ال1.5 كيلو من التين حطيت عليه 2.4 كوب. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل كميه، عايزه اعمل 3 كيلو من التين، اصلا مفيش حد بيعمل بالكيلو. انا عايزه اعمل 3 كيلو من التين. 3 كيلو من التين يبقى هياخد معاكي بالظبط 4 كوبايات ونص. يبقى تاني، انا دلوقتي عملت 1.5 كيلو بس تجربة. 1.5 كيلو يبقى هحط عليهم 2.4 كوبايات وسكره مظبوط جدا. طيب افرض بقى انا بحب الحاجة مسكرة جدا، يعني مسكرة شوية، يبقى خليها 2.5 كوبايات. طيب انا المقدار اللي انا عملته 1.5 كيلو تين عليه 2.4 كوبايات من السكر. هتحطي 3 كيلو، يبقى هتحطي 4 كوبايات ونص من السكر. طبعا ما عملتش اي حاجة غير ان انا حطيته على النار، شلت الريمة بتاعته. وبعد ما شلت الريمة بتاعته خليته على النار شمعة خالص لغاية ما اتهرى عندي كده زي ما انتم شايفين. رحت حط عليه نص ليمونة بس، ما حطيتش اكتر من كده. هاخده الليمون طبعا مادة حافظة. هاخده بقى هبدأ اهرسه زي ما انتم شايفين. انا عندي الهراسة دي، ما عندكيش اهرسيه بشوكة، مفيش اي مشاكل. انا بحبه قطع، فبالتالي هرسته هرس بسيط. طب انتي بتحبيه يكون سبريد، يعني هتضربيه ضربتين في الخلاط. تمام، هرجعها تاني للحلة بتاعتها ونشوف بقى الإضافات اللي أنا هحطها. معلقة من الجيلاتين البودر، زي ما هو بودر مش هحط فيه مية، أكيد طبعا مينفعش أحط فيه مية أبدا. زي ما هو بودر بحطه عليها، بقلبه واخليه 10 دقايق بالظبط، عد 10 دقايق أطفي عليها. طيب أتأكد منين إن هي بقت تمام عندي وما بقتش صيصة؟ بقت تمام عندي. باخد كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، طبق وبحط فيه شوية، وبمعلش كده بطرف صبعي بمشي من النص. لو جم على بعض يبقى هي لسه عايزة على النار شوية بتاع 10 دقايق كمان. لو ما جوش على بعض زي ما انتم شايفين يبقى هي كده ضن وكويسة وزي الفل. برطماناتي معقماها بمية سخنة وحطها في الهوا شوية. دي البرطمانات بتاعتي. عمل لي بقى ايه البرطمان الكيلو مملي على اخره، والبرطمان الصغير ده اهو بس كده. بصوا احلى حاجه في المربى واللي لازم يحصل لها ان انتي لازم تقفليها سخنه. ليه بقى؟ يعني لما تقفليها وهي دافيه كده وسخنه هتعمل معاكي التك اللي انتي بتطلعيها اول ما تجيبي برطمان المربى ده، اللي هي اصلا الماده الحافظه. فاحنا حطينا لها نص ليمونه وجيلاتين باودر عشان يحافظ على شكلها ولونها، وكمان حطيناها سخنة في البطرمانات. خلاص كده احنا كده تمام، مفيش اسهل من كده. سيبناها بره بقى تبرد شوية وبعد كده ادخلها التلاجة. تاني يوم بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عارفة افتحها من كتر ما انا قفلتها سخنة. لازم تعمل صوت التك دي. فبصي انا مسكت كده قطعة قماشة عشان خاطر اعرف افتح، بس خلاص فتحتها. عملت معايا صوت التك. بصوا حتى ان شفتوها وانا بشيلها.
ف... فهي دي اهم حاجة عندي. تقعد بقى معايا بتلات 4 شهور عادي، ما فيش اي مشاكل. بص مش هضحك عليكم واقول لكم ان هي تقعد بال6 شهور، هي 3 4 شهور معاكي تقعد زي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين المربى عاملة زي كلها قطع، يعني بسم الله ما شاء الله، والله التصوير ظالمها يا جماعة، التصوير ظالمها. اللون بقى اللي هو زي يعني المشمش الغامق خالص، يعني بصوا القطع خطيرة. طب هو احنا هناكلها كده بألف هنا وشوف هتاكلوها كده. طيب انا دلوقتي عايزة اعمل لعيالي سندوتش كويس يوقفهم في اليوم، يبقى هجيب كده يعني كريمة بلدي او قشطة، وهحطها كده اهوت في نص الطبق، وهعمل لهم كده هحشي كريمة على مربى سندوتشات الفينو. الله على الطعم. انا كان عندي كريمة جاية من البلد، يعني طازة، كريمة بلدي. فطبعا الكريمة البلدي تبقى معروفة، تبقى ماسكة نفسها شوية كده اهو، انا يعني يبقى فردها بالعافية. بس مش قادرة اقول لكم، قعدنا نغمس بقى الكريمة بالمربى يا جماعة، حاجة وهم. جربوها بجد بجد مش هتندموا. مستنية تعليقاتكم، كومنتاتكم الحلوة، مستنية لايكاتكم واشتراكاتكم، متنسوش تفعلوا